ليه عيد الام يوم 21 مارس؟ اشمعنى 21 مارس يعني؟ هو ما اعرفش اللي اخترعه كان بيقبض امتى، انا مش ما فاهم. انا نفسي بسالك عشان كده. ليه 21 مارس؟ مش عارف يعني، ممكن اول الشهر اخر الشهر كده. بالظبط، اشمعنى 21 بقى؟ مش عارف يعني بيعجزنا مثلا؟ عشان ما تجيبش حاجه اصلا. طب وانت هتجيب؟ هجيب منين؟ عشان اول ام اتولدت في العالم كان يوم 21 مارس، الام العظمى. ايه ده؟ اول واحده تتولد في الايام دي، بس فيوم 31 مارس بقى ابتدوا 31 مارس ولا 21؟ اللي انت قلته بقى، انا مش 21 مارس صح؟ 21 مارس. ليه بقى؟ ان اول ام اتولدت في الايامات دي. اول ام ان اللي قبل كده كانوا كلهم رجاله. كان بيجي انشطار ثنائي. ايوه صح صح. انا درستها في الكيمياء. ايوه. ودارس بره وجوه، مش جوه. ايه دارس بره وجوه؟ حصل ايه بقى؟ حصل ان شويه انقسامات وبتاع، بس فقامت الذره انقسمت لا نصين. مش ذره. يعني ايه الذره؟ طيب يا سيدي شكرا كفايه. خليه يوم 23. نخليه 23. ما تبحبحها شويه يا اخي. بقول لك ايه، هو ليه عيد الام يوم 21 مارس؟ امي. ليه كل سنه وانت طيبه؟ ليه بقى 21 اشمعنى 21 مارس؟ بتقول لي مش مهم بس عايزه هديه وخلاص. خلاص كده. اتصرف تتشقلب تجيب هديه. بس كده. عشان يوم مميز. يا راجل طب انت هتجيب هديه؟ ايوه طبعا. معاك فلوس؟ معايا فلوس. ولا عايز؟ لا معايا. وانت هتجيب هديه؟ ايوه. لا انت مش هتجيب حاجه. هنجيب لها حله كده. حله؟ ليه؟ حله محشي. هو انا بالنسبه لي ان عيد الام كل يوم، يعني انا مش هحب امي في اليوم ده عشان عيد ميلادي 21 واحد. هو طب ليه في عيد ام وفي ما فيش عيد اب؟ ممكن بسبب ان طلعت اول فكره او اول احتفال يوم 21 مارس، فبدا يتطبق بعد كده. مين طلعه؟ مش عارف. في حد اتقتل باين يوم 21 حاجه كده. اخترع عيد الام، مامته كان عيد ميلادها 21. لا انا بصراحه ما اعرفش السبب، بس اعرف ان الام ملهاش عيد، الام عيدها كل يوم بصراحه. السلام. يعني احتفالا بعيد الام، احنا مش المفروض نحتفل بالام يوم واحد، لا احنا الام بص معانا السنه كلها. صح. احلى حاجه في الدنيا الام. عيدين بس، عيد الاضحى وعيد العيد الفطر. بس كده. ده المفيد. المفيد من كله. لا بدعه. والله ما انا عارفه يا ابني، ده حاجات مجبرين عليها يا ابني، التاريخ هو اللي بيقول كده. مين بقى اللي عمل التاريخ ده؟ مين اللي قال اليوم ده بالذات؟ ما اعرف والله. والله. ما خلاش اخر الشهر مثلا او اول الشهر مثلا حتى يبقى مع الناس الموظفه فلوس. عشان 20 مارس كان اجازه. لا ما اكيد اجلوها. اجيله عيد الام وامتحانات. مثلا 21 مارس ماشي. هو لو لاحظنا احنا ان 21 ما تخليش فيها. هو رقم فردي، واحنا في شهر كام؟ 3. ده فردي برضه. ففردي، فهو والام وحده. فهو يعني فردي برضه. فهي الدنيا كلها هي ام وحده فريده. فبما ام مين؟ انت اللي بتاع ام فرديه، يعني هي تلاقي ام، ما فيش امهين مثلا، يعني ممكن تلاقي ابين، ممكن تتجوز، لكن ام هي وحده. في الاخر ما فيش حد بيجيب هديه تقول له يا ام بتاعي. لا ما احنا يعني انت مش هتجيب هديه؟ لا خالص. لا انا هجيب، بس لسه هاخد منها المصروف اجيب. تاخد منها تجيب. يعني انت تاخد منها فلوس تجيب لها هديه؟ امال يعني انا اجيب منين؟ انا لسه بدرس. واسالك يعني انت تاخد المصروف تصرفه كله على الهديه؟ لا ما برضه في برضه لا. متعارف عليه كده يعني. منين بقى؟ ما هو اصلا تبع كل دوله في عيد ميلاد، يعني عيد ميلاد الام في كل دوله مختلف. يعني هو في مصر في 21، في امريكا 23 كده 24 بالظبط. ونعدي بقى ونكمل بالظبط والله. لانه عيد الربيع فاختاروا اجمل مناسبه عشان نحتفل بعيد الام. بس مش شايف انه يوم صعب شويه في اخر الاسبوع كده الواحد يكونش لسه قبض عشان يجيب حاجه؟ والله اي حاجه رمزيه للام بتبسطها وتسعدها حتى لو كلمه طيبه.